كيقولوا لي دير لنا تشيز كيك وما تكونش نفحت لي ندير لهم هذا التحليه تاع الياغورت والقهوه، وواحد لا يفيق لي بلي ماهيش تشيز كيك وبنتها بنه، واهم حاجه سهله. صدقوني لازم تجربوها. في اشوار ترحيو كميه من البسكوي وتزيدوا عليه شويه زبده وتخلطوا حتى تحصلوا على قوام رملي، وفي اي مول مغلف بابي كويسون تحطوا طبقه من البسكوي، تدخلوه 10 دقائق للفور وتوجدوا الطبقه الثانيه اللي فيها 6 ياغورت. انا درت 4 ناتور وزوج بنكهه لافاني. زدت كاس غربه سكر عادي، واهم مكون باش تتماسك هذا الطبقه واللي هو لو لي اون بودر، وانا استعملت تاع 5 هذا غني بالفيتامينات والمعادن وبزاف بنين. حطيت منه كاس ونص وزدت لافاني، خلطت شويه بالفوي ومن بعد حطيته في لاشواغ ورحيته هكا تحصلت على قوام سائل. رحت فرغته على البسكويت تاعي اللي كان تحمر ورجعته للفور، خليته جويه 25 دقيقه حتى تمسكت الطبقه كيما راكم تشوفوا. وجبت قهوه فيزا هذه محمصه وفيها كميه قليله تاع السكر وبزاف بنينه، طلعتها عادي في لابريس وخليتها تخرج. من بعد في كاسرول حطيت نص كاس ماء مع نص كاس قهوه فيزا، وزدت عليهم 50 غرام فلان بنكهه لافاني، حركتهم على النار حتى نغلاو ورحت فرغتهم بهذه الطريقه على التحليه تاعي. خليت التحليه تاعي تبرد من 4 ل 5 سوايع، والتشيز كيك تاعي اللي ما فيه ولا نقطه تاع تشيزه راهو واجد. شوفوا لي كي قطعته كيفاش يجي يهبل، وصراحه بزاف بنين. لازم تجربوه على بالي رايحين توليو مدمنين عليه. وهذا ما كان.